السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. نبتدي كده يوم جديد برزق جديد بخير وهنا وسعادة عليا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلت انا السوق النهاردة وجبت شوية الطلبات دي، وطبعا بقيت ايه، انتوا عارفين السوق تحت بيتي، بقيت انزل اجيب شوية واطلع اطلعهم عشان الشيل وانزل تاني وهكذا. زي ما انتوا شايفين كده جبت الطماطم النهاردة، الطماطم ب12 جنيه، والبصل برضو ب12 ونص. البدنجان الكيلو ونص الكيلو وربع ب10، الكيلو وربع ب10. جبت شوية حلوين كده، كان في كيسة كمان غير الكيسة دي، عشان املحهم يعني احطهم في التلاجة. بصراحة بينفعني جنب اي اكل. ربع الليمون ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب20. والفلفل مش عارفة ده نص كيلو، بتهيألي نص كيلو ب5 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وجبت بقى شوية خضرة محشي عشان النهاردة عندنا بوليكة، هتشوفوا دلوقتي هنعمله غدائي. المهم والله العظيم يا بنات، انا بقيت يعني مش عارفة اعمل ايه. كنت عايزه اجيب حبه سمك واقليهم. البت امل قالت لي انا هسيب لك البيت وامشي يا بابا. انا ههرب، انتي يا سمك يا فراخ، انا تعبت، انا عايزه اي حاجه تانية. قلت لها تمام، فقلت بقى اغير انزل النهارده. هتشوفوا دلوقتي جبنا ايه. المهم جبت مانجا الكيلو ب65 جنيه، جبت بتاع 3 كيلو. 3 كيلو عملوا 200 الا 5. هنا بقى اول حاجة على السريع كده، عشان يوم المحشي ده بيبقى يوم دربكة. كان الراجل قلت له اديني ب10 جنيه خضرة محشي، عطاني كده جرجير وكرفس. طبعا انا اشتريت، لقيت عنده كرفس فقلت فرصة عشان مش في كل الوقت بلاقيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رحت ايه بقى برضو ركناه كده. المشكلة ان انا هنا المنطقة ما فيهاش الحاجة، ما بتبقاش متنضفة. عشان كده يعني ما بجيبش الكرشة والحاجات بتاعت المذبح دي كتير، لان ما بلاقيهاش هنا متنضفة. عشان اجيبها متنضفة لازم اروح مكان محطة مصر، وعشان اروح محطة مصر لازم حد يجي معايا، ولادي في اغلب الوقت مش فاضيين كده. المهم جبت فنيك ما بستغناش عنه، بجيبه خام سايب كده، وجبت كلور، كيسين كلور ب10 جنيه، وكيسين فينيك برضو ب10 جنيه. وعلبة المناديل دي كل 3 ايام بجيب علبة. وسترس، سترس زاد 10 جنيه بقى ب95 بس. ودي مناديل بتاعت مكنة الشمع دي برضو جبتها عاملة 35 جنيه. بس كده، في برص الحاجة كده كلها ايه اول باول يعني، فاهميني؟ إيه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى ايه، عزبان. يا عم طب شوف لي حد ينضفه. قال لي في واحدة بتنضفه بتاخد على الكيلو 20 جنيه. طب ماشي شوفها لي. اتصل بيها، قالت له انا زوجي تعبان ومعاه عند ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض، وفي المستشفى وهي معاه. قلت يا دي البخت، يا دي البخت، يعني انا اللي هنضفك؟ طب تعالى بقى. جبت بقى ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو عامل 150 جنيه. انا جبت 3 كيلو ونص. تمام، اللي كانوا عنده يعني انا اخدتهم. بصوا بقى بنات، بقلبه كده تحت الحنفية بس بجد يعني. بالنسبة بقى لناس كتير، انا عارفة ايه تنظيف العصبان ده عبط، يعني حاجة سهلة. لكن انا بالنسبة لي عذاب والله العظيم يا بنات. انا ما بحبش انا انضف اي حاجة. يعني الواحد بيستسهل يقولك يعني ياخد في الكيلو 10، ياخد في الكيلو 20، سواء كرشة أو عصبان، والواحد يريح نفسه يعني، فاهميني؟ انتوا عارفين اختكم بقى، عشان يعني بتخنق والله بجد. تنيت بتاع ساعة واكتر بنضف في حبة العصبان دول. اه والله بتاع اكتر من ساعة، فاهميني؟ او بقلبه كده.
والعصبان البلدي بقى ده اللي بيبقى فيه نسبة دهون، ده انا معرفش اشتري عصبان عامل زي الأكياس كده، عشان بشوف عصبان كده اللي هو الصيني ده، ولا معرفش، بيبقى زي الكيسة يعني، ما فيهوش ريحة السمين ده، لا، الدهون بتاعته دي، وفي ناس ما بتحبش الدهون دي بتشيلها. لا لا لا، ده السر كله في الدهون دي. انا بقلبه بقى كده، طبعا احنا بنشطفه الاول على عدلته، بتشطفيه كويس قوي، لو في اي حاجه بتشيليها ترميها والكلام ده كله. وبعد كده بدخله بقلبه زي ما انتوا شايفين كده، عشان انضفه، عشان انتوا شايفين لونه اصفر اهو من الماده اللي بتبقى فيه. يا نهار ابيض، يعني مش عارفه، عذبني والله، عذبني، تعبني من الوقفه. فاهمين يعني؟ اهو قلبته كله اهو زي ما انتوا شايفين. يا سلام لو كانت في الحقيقه افتكه كده اتعمل، يا سيدي. انا بصراحه ما بحب اشتري نفسي يعني، لا ما بحبش الحاجه بصراحه اللي فيها تعب وبتاع، لا، انا حد ياخده ينضفولي. بس وما كنت بجيبه متنضف من محطه مصر، بيبقى سهل عليا برضو. كان مرة الجزار اللي بجيب منه ما كانش عنده، كان خلص، فقلت اجيب من عند حد تاني كان بينضفه الظاهر بمادة معينة او حاجة، كان مخليه زي ورقة السيجارة يعني، ما فيهوش الهوا، فما حبيتش كده. لازم يبقى فيه نسبة الدهون دي. المهم، مسكته بقى بالسكينة كده، وبقيت اكحت المادة الصفرا اللي فيه دي يمين وشمال. وبصوا، ده انا هعمله بتاع 6 مرات، هطلع عينه لحد ما اتأكد ان هو 10 على 10. اللي اتعمل معاكوا ده دلوقتي طبعا انا بقص وبعمل، بصوا بجد هلكني هلكني، يا ريت في الحقيقة كان كده. بصوا لونه ابتدى ايه، يعني فاتح وابيض وزي الفل، بس لا مش مريح. هخلص عليه كيس ملح، وحياة ربنا يا بنات مسكته طلعت عينه، قلت له انا اللي هنضفك، طب تعالى بقى. هفضي هنا بقى عليه ملح، وهتن ادعك 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 لما هطلع عينه، وهحط ملح تاني، وهكذا. هتشوفوا بقى مع اختكم دلوقتي اهو. وهاخد السكينة تاني وهعيد عليه تكحيت تاني بنفس الطريقة. البت امال بقى كانت بتقول لي ايه، ماما دخليه في خرم من المصفى كده وطلعيه، هيتعامل معاكي بسهوله. بس خرم المصفى ده كان ضيق قوي، يعني ممكن الواحد يعمل كده فعلا، بس ده ضيق قوي، وخفت يتقطع ويتبهدل وكده. فقلت على ايه، انا على السريع وانا واقفه كده اعمله برضو بالسكينة، وابتدي اعيد عليه تاني، لان ممكن تكون في اماكن فاتتنا، في حاجة كده في حاجة كده، يبقى الواحد ايه يعني مطمن. انتوا عارفين يا بنات ان انا مستحيل، من رابع المستحيلات ان انا اكل العصبان او الكرشة دي عند اي حد، من رابع المستحيلات. كرشة، عصبان، المحشي العادي اللي هو محشي الكرنب وورق العنب مستحيل، مستحيل ادوقه عند اي حد. انا ممكن لو معزومة عند حد اكل الحاجات المفهومة، اللي هي رز ابيض، قطعة فرخة، قطعة لحمة سليمة مفروم ده لأ، قطعة بانيه، الحاجات اللي هي ايه يعني سهلة وبسيطة كده والله العظيم مش عارفة، يعني كل واحد ليه دماغه يعني، مش عارفة، لان مش كل الناس بيبقى في تنظيفها زي الواحد كده. مسكت بقى، بصوا بكحت مرة واتنين، ده بعد الملح، ولسه هندعكم تاني برضو بالملح والملح والليمون بقى. بصوا بخاف يكون في حاجة فلتت كده، حاجة فلتت كده، فلازم نعملهم بالسكينة تاني. يا سلام بقى لو عندك حرف حلة يكون يعني حامي، يعني مش حامي اللي هو رفيع او زي السكينة كده، تعمليه بقى. كنت بعمله كده زمان، كان عندي بلاستيكة حرفها كده، كنت اكحته كده فيها تاني ملح تاني، وهبتدي برضو ادعكه تاني،
وهكذا لحد ما يحس ان هو بيزيق، لحد ما احس ان هو مفهوش مزلقه وبيزيق زي الطبق كده. تمام. هبتدي بقى ايه، هعصر عليه ليمون وهسيبه بتاع 10 دقايق، مش هتأخر عليه. يعني انا حطيت ملح وهعصر عليه ليمون وهسيبه كده بتاع ايه، بتاع 10 دقايق، وهرجع تاني اغسله وادعكه تاني. والمرة دي بقى هدعكه ازاي، هاخد واحد واحد تحت الحنفية واعمله تاني. هنا بقى كنت خلاص خلصت وهدعكه بقى واشطفه كده بقى من الهري ده كله، وشلنا بقى الليمون رميناه وتمام التمام. هسيبه بقى يصفي ميته خالص خالص. كانوا حبة عصبان، يا نهار ابيض على الشهد. حتة اكلة قسما بالله لو 10 كيلو للعيلة يخلصوا. انا كمان ما كترتش عشان خاطر مش متنضف. كل لما اجي اسجل الاقي زوري وصدري اتقفلوا من كتر الكلام، من كتر الرغي. طبعا دي الخضره اللي انا غسلتها اول حاجه في الحياه. انا بوضب كل الحاجه دي قبل ما ابتدي في المحشي بتاعي، قبل ما اغسل العصبان اصلا ببقى غاسله الطماطم والبصل ومقشراهم وركناهم، وببقى غاسله الخضره وركناها تتصفى خالص عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. دول كان حبه رز باقيين عندي من قبل كده، كنت عامله مش عارفه رز بشعريه، عامله حاجه، ودول كانوا كتير فشيلته بعد ومتصفيين وناشفين خالص. شيلتهم في التلاجة وبعد كده طلعتهم دلوقتي عشان احطهم اللي محطوطين في الطبق الستانلس ده. همسك بقى، بصوا يا بنات، اللي ما بياكلش قسما بعزته وجلاله، اللي ما بياكل المحشي ني في ني ده ما كلش محشي في حياته. صدقوني، المحشي ني في ني ده بتلاقي كل حاجة كده طعمة وجميلة. الرز ينشف وبيبقى متسبك له تقلية توجع قلبنا وبعدين هي أذواق. وغير كده بتلاقي صبع المحشي مجبس كده لانك انت حطاله الحاجه مش جوسي كده وجميله. فاهمه؟ المهم انا بحب اعمل المحشي ني في ني، عصبان غير عصبان، هو ني في ني. بجيب الكبه بتاعتي وبقطع كل حاجه كل حاجه. ربنا يا رب يبارك لنا في حاجتنا ويدي كل واحد اللي نفسه فيه، اللهم امين يا رب العالمين. الكبه بقى بتسهل معاكي الليله دي. كنا زمان او ما كانش عندي كبه ولا الحاجه دي، كنت بقعد اقطع الطماطم دي صغننه والبصل فتافيت والخضره كتاكيت. والله العظيم كنت اقعد اعمل المحشي ده بالثلاث اربع ساعات لما يطلع عيني. دلوقتي بقى الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك له اللي اخترع الكبات والحاجات دي. بصوا في ثانيه الا ثانيه بتجي ضربه الطماطمتين بتوعك مية مية. طبعا انا هنا ما شاء الله اللهم بارك عامله كميه كبيره، عشان كده عملتهم على مرتين في الكبه عشان برضو ما اضغطش عليها وما الاقيش الدنيا ايه، لان انا كان عندي كبه براون قبل كده ومن كتر استخدامي اللي تك 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 كانت اتحرقت، وجبت دي لسه جديده لسه جايباها السنه دي. ف يعني الواحد برضو ايه يبقى رحيم بحاجته. هبتدي بقى ايه اقطع الخضره كده قطع كبيرة عشان تسهل على الكبة. الكبة دي أجدع حاجة تفتفتلك الخضرة، ولا يعني مفيش حد في العالم يعرف يقطعها كده وتتقطع وما تتعسرش. اهو هنحطه حبة حبة منها كده، وهنخشنه اللي احنا حطيناه بصلتين. يعني ايه؟ يعني البصلتين دول يضغطوا على الخضرة من فوق تخليها تتضرب معاكي بسرعة، وفي نفس الوقت تتدرى خالص، يعني ما تلاقيش في كأن البصلة مش باينة اصلا متقطعة يا بنات. هتشوفوا دلوقتي وواحدة واحدة كده نسمي الله وطق طق حاجتنا تخلص. وبعد كده تفتحي تبصي عليها لقيتيها لسه هتقلبيها وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. على قد ما الواحد تعب واتهلك النهارده
والله يا بنات اتهلكت. يعني انا الحمد لله من امبارح بقى عشان يوم الخميس كنت مروقه البيت ومخليه شمعه شمعه، بحيث ومغيره ملايات البيت كله، وبنتي تاني يوم الصبح يوم الجمعه عشان التسيق ده انا بحبه يوم الجمعه الصبح قبل ما بخر كده وقرآن شغال احلى حاجه في الدنيا. ربنا يديم علينا النعمه يا رب. قامت بنتي بقى سيقت الشقه كلها، لا ما كانش في حاجه تتعمل غير تسيق الشقه، وبعد ما خلصت جت يا حبيبه قلبي وقفت معايا تساعدني في المطبخ، وصوت القرآن كده شغال ومية مية. شفتوا بقى قطعتها اهي، بصوا فتفتتها ازاي، وما تبقاش سهل، بتبقى صعبة قصدي عليكي وتتعبك وتهلكك، لا اهي في ثانية اتقطعت وبقت زي الورد. ما شاء الله. البصلة بصوا اتدارت، مفيش حاجة اسمها بصل، هتلاقيها طعم بس، لكن يعني حتت وبتاع لا. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده، بحط بقى الكمية التانية. اقول لك عشان عاملة ما شاء الله اللهم بارك كمية عصبان كبيرة. يعني انا جايبة 3 كيلو ونص، هو عملوا 480 جنيه. ايوه يا قوشة كده مية مية. هنضربهم برضو لحد ما نعمهم، ونفس الوضع في الوقت ده بقى. انت لو بتحبي المحشي بتاعك مشطشط حطي قرن فلفل حامي، ما كانش عندي بارد للاسف، بيديله نكهة في حتة تانية، بيخليه في حتة تانية. وكانت امي الله يرحمها كانت بتقطع نعناع اخضر اللي احنا بنحطه في الشاي، كانت بتمسكه تقطفه زي الملوخية وتقطعه حتت صغننة وتحطه، بيدي نكهة بصي قمر. البهارات بتاعتي اللي انا بحطها فلفل اسمر، بهارات لحمة، بهارات فراخ، اي حاجة منهم، وملح وكزبرة ناشفة. يبقى اللي انا بحطه على اي خلطة محشي فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، ملح، بهارات فراخ بس. مستحيل احط كمون، مستحيل. اللي بيضيف كمون في يعني اغلب الناس بتعشق تحطه في كل حاجة في الحياة. في ناس بتحبه. انا اكتشفت ان الناس دي بتحب الكمون، يعني حتى في الشوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، كمون. اللي هو مكرونة كمون. اللي هو انا بقى لا، انا بحط الكمون بس على الحاجات الخاصة بالسمك. بحطه كمان على الكرشة، حتى احنا الكرشة عندنا هنا بنقول عليها كمونية. ورحت حاطة زيت يا بنات وصلصة. وبرضو في ناس بتحط توم على المحشي، انا لا برضو مستحيل احط التوم. يعني زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده، الطماطم والبصل والخضرة وصلصة، معلقتين صلصة كده عشان تعزز معانا اللون شوية، وممكن تحطي قرن فلفل تفرميه مع الحاجة بتاعتك، والبهارات كزبرة ناشفة وبهارات فراخ او بهارات لحمة او الاتنين مع بعض عادي، وملح وفلفل اسمر. تمام. طبعا انا غاسله الرز ونشفته مية مية، وطلع برضو زياده، وما عدتش عارفه اظبطه، مش عارفه ليه. برضو قلت خليه يتسلق بكره جنب اي حاجه، يعني هنستخدمه الرز ده كل يوم احنا بنعمل منه. خلاص خلصت. طبعا انا لو انت هتعملي حبه صغيرين او بتحشيه مع كرومب او اي حاجه تانية، بتفضي حبه خلطه في طبق وبتعملي فيهم العصبان عشان ما تزفريش الخلطه كلها. لكن انا هنا هحشي كل الخلطة، هحشي بيها عصبان بس، فعشان كده هحشي على طول من الكروانة بتاعت الرز دي. هقطع بقى كده صوابع، انا بقطعها طويلة علشان خاطر هو بيكش، بيبقى فيه نسبة كشاشان بسيطة كده، فلما يكش يعني كل واحد وراحته. انا بعمل اللي انا متعودة عليه واللي بيريحني. هبتدي اقطعه بقى كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا نسبة الدهون اللي جوه اصلا في العصبان انا بخليها جوه، يعني ما بقلبوش تاني واحشيه واخلي الدهون من بره، لا انا مخليه الدهون في القلب من جوه.
بصوا بقى، تقومي وانتي بتحشي يبقى الدهون دي مع ايه؟ مع الرز جوه، ودهون صحية. الدهون النباتية الحيوانية دي كلها دهون صحية، فاهمني؟ يعني ما بتأذيش البني ادمين ابدا ولا حاجة من دي. اللي بيأذي بقى السمنات والحاجات التانية دي. المهم بمسكه بقى احشيه كده، بحط صبعي فيه كده، صبعين، وبحشي كده، بعبي الرز في قلبي وببططه لحد ما اخليه، بصوا بالظبط كده. الله ينور. هجيب بقى حاجة دلوقتي احط فيها وهبتدي اكمل. طبعا الليلة دي كلها انا هاخدها واقعد جوه قدام التلفزيون واقعد، لان انا مش هقدر احشي ايه وانا واقفة. وكمان نورة هتساعدني، يعني انا اعمل حبة وهي تعمل قصادي برضو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كانت حتة غدوة النهاردة في القلب، في القلب يا بنات. قولوا لي بقى انتوا عملتوا غدا ايه انتوا كمان يوم الجمعة وادوني افكار كده اعملها يعني برضو. اه يا سيدي يا سيدي، هنكمل بقى الليلة القمر دي. ما شاء الله اللهم بارك، انا سلقتهم على مرتين في نفس الحلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت يا حبيبة قلبي لو بتشوفيني لأول مرة تشتركي معايا في القناة كده وتكتبي لي انك متابعة جديدة ليا. اتشرفت بيكم كلكم 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 على راسي. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. طبعا انا قرب بقى ما بكون قربت اخلص، بملى نص الحلة مية وبحطها على النار على بال ما تغلي. نصها، يعني ليه نصها او اقل كمان؟ لان احنا لما بنحط العصبان الحله الميه بتاعتها بتزيد، فما تعرفي تحطي كميه عصبان كويسه، فاهمني؟ كل واحد بقى ليه طريقه في الحشوه دي، يعني في اللي بيحط قمع ويحشي بيه، وفي اللي يعني كل واحد ليه طريقته. انا دي طريقتي، بحط صبعين كده في صبع العصبان وبحشي بالايد التانية وهكذا، وببططه كده عشان ما يبقاش مليان قوي فايه ينفجر مننا. هنا المية كانت غلت وخلاص، كنت انا خلصت كمية عصبان محترمة. بصلاية سليمة زي ما هي، طماطماية هي كده كده بيتهروا، ورق لوري كأنك بتسلقي لحمة، ملح، فلفل اسمر، حبهان، كأنك بتسلقي لحمة. ادي كمية، دي اول كمية طلعت اهي، خلصتها. ونورة بقى كانت قاعدة حبيبة قلبي ايه بتكمل. هسلق بقى دول، وبعد ما يستوي هطلعهم. بصوا اول ما بتحطيه بيلم، بيقفل من هنا ومن هنا. كان سيمين سيمين وحاجة كده يعني في القلب، في القلب يا ناس. انا طبيعتي بحب اصلا اكل الحاجة السمينة، حتى حتة اللحمة اللي هي سلت ملت دي ما فيهاش اي سمين مستحيل اكلها، لان بحس ان السمين ده بيدي كده لذة للحمة. خلاص كده، خلاص الحلة على قد ما اخدت. المفروض بقى كنت عملت حلة كمان، ما كنت سويت في نفس الحلة. بصوا يعني لسه ما غلاش اهو، وكانت لم كله خلاص. هنا نورة حبيبة قلبي كانت قاعدة بقى، بصوا خلصت بقى اخر حبة خلاص اهي، حبة الرز، واتبقى عصبان، والله اتبقى عصبان. وقلت خلاص خليهم بقى يتعملوا ايه جنب اي حبة محشي تانيين، كرنب، اي حاجات يتعملوا جنبهم، يا اما ازود عليهم عصبان في يوم تاني ان شاء الله اذا كان لنا عمر على الدنيا. بصوا بنات، الشوربة سمينة بشكل، وكانت حاجة المفروض بقى كنت انا سويت الباقي في حلة تانية، لان انا اما هسويها في نفس الحلة هتدي دسامة للشوربة اكتر واكتر. وبصوا هتخليها يعني للي يستحمل يشربها بقى.
واحنا بس ما كانتش للدرجه دي، يعني كانت مش سمينه للدرجه دي. وبعدين طبقه الادامه اللي بتبقى فوق الوش انت ممكن بمعلقه كده تبقي تشيليها. المهم احنا هنا مدمنين بقى شوربه العصبان دي، شوربه وبتشربيها بنات بتشميها مسك وعنبر كده، اللي هي الله اكبر، لا ريحه وحشه ولا لا، وبعدين ريحتها سمنه فلاحي، اقسم بالله العلي العظيم كانت ريحتها زي ريحه السمنه الفلاحي. اهي بصوا، يعني هي كانت هنا تقيله خلاص بقى، المفروض ما كنتش حطيت كنت عملت حله تانية. انا بقى اختكم بقى بما اني ايه يعني، لا مش هبهدل المواعين اكتر من كده، اتهلكت في اليوم ده. خلاص هسيب بقى يستووا، هيستووا بقى دول كمان، واكون انا حمرت دول، لان في ناس كانت بتكاكي بره وعايزه تاكل. هسيبه بقى كده يكمل سواه، وهحمر انا الجزء ده يكون ده استوى، ما بياخدش حاجه سواه سوى الرز. وما شاء الله الله اكبر عسل، ما بياخدش حاجه خالص. هنبتدي بقى نحمر ده، بحب بقى محمره بنات لون الذهب. وبعدين ما شاء الله اللهم بارك، في ناس بتعمل العصبان مع حاجات كتير بقى، مع فراخ، مع محشي كرنب، محشي لا انا عندي العصبان ده طقه لوحده كده، فاهمني؟ يعني مش مثلا اعمل لكل واحد صباعين او ثلاثة او لا، ده ممكن عيالي يضربوني. انت عامله لنا شمه يا ماما، ايه ده يا ماما؟ وبعدين ما بحبش اعمله جنب اي حاجة تانية حتى لو عملت كمية، لان الحاجات التانية مش بتتاكل في يومها، فاهمني؟ لا يعني هو كده ويعدي معايا يوم، يعني ما بقاش عاملة عزبان، جايبة عزبان ما شاء الله اللهم بارك ب500 جنيه، واعمل جنبه كمان حاجات تانية، لا ده كده رضا قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا طلع لونه بقى زي لون الدهب، ونسخن بقى حبة الشوربة، وبألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا حبايب قلبي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، اهو شايفين شكله ولون وبنات، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده في القلب في القلب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ربنا يديم علينا النعمة يا رب. هنا طبعا بقى واقف جنبي الكتاكيت، كل واحد واحد يا ماما، واحد يا ماما فعمالة اناول ده. انا على بال ما جيت احمره، دخلت لقيتهم بياخدوا المسلوق ياكلوه والله العظيم، وحلو قوي كده والنبي يا ماما. قلت لهم حلو ماشي زي العسل، بس محمر يبقى احلى واحلى. القط يجي ورايا عشان بيحبك يا لولو. ازاي برضه تشرب كده؟ مين؟ ايه اللي حصل؟ تلاقيها هي شربت فنزلت فيها ميه. المهم كده يا بنات زي ما انتوا شايفين اهو، هبتدي برضو احمر الحبه الباقيين دولت، ولسه بقى التاني بيتسلق، كان خلاص فاضل له بتاع دقيقتين كده واطلعه هو كمان. بصي يا كوكو شكله يجنن، ايه رايك؟ كان طعمه حلو؟ حضرتك في الفرن حبيبي انا لما تحمر من فوق تكلميش وبقك في اكل، اقفلي بقك بعد ما تاكلي اتكلمي بقى زي ما انت عايزه، فهمتيني؟ يا سيدي يا سيدي على اللون والجمال والعظمه، وحاجه كده في القلب، صح يا لولو؟ صح. والله انا جعت له تاني، تصدقي؟ تيجي نعمل تاني؟ ماشي اتفقنا. بيعملي انت بقى عشان تعبت. ماما مش لاقي اعمله. ما انت كنت نايمه امبارح وانا بعمله، كنت صاحيه، شفتنيش بعمله ازاي؟ ما اتعلمتيش ليه؟ بس انت جبتي البتاع اللي عند الراجل كده، جبتي الرز حطيتيه، وانت اصلا عملتي الرز ازاي؟ هبقى اقول لك المره الجايه. هنا خلاص اهي دي اول كميه طلعت دي، خلاص كده خلصتها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا قومي انت كمان بقى تشجعي واعملي اكله حلوه كده لاولادك، بالف هنا وشفا على قلب ولادنا يا رب
وربنا يزيد النعمة يا رب والبركة. بس كده اهو خلاص. وبعدين هطلع بقى اللي في الشوربة وخلاص كده يبقى تمام التمام. الله 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 الله. انا بحب اشعر في حاجتي كتير، مش عارفة ليه والله العظيم، بجد بجد اقسم بالله شوية عصبان انا عمري ما اكلت في طعامته عند اي مخلوق على وجه الارض. البت اوشة دي عسل. ايوه ده مش ده غرور. شايفين القمر ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا، وبتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.